مرحبا بكم في ملخص مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا. منذ أن طوى صفحة الديربي قبل شهر، بدأ ريال مدريد وكأنه يعد أوراقه في قصره الملكي. أدار ظهره للخيبة وكشف اللثام عن وجهه الحقيقي، فأطاح بأربعة خصوم وأسقط غريمه الكتالوني في الكلاسيكو. ففهم الجميع أن عودة ريال ألونسو سيكون قوي ولا يمكن استفزازه، حتى لا هو ولا الفرنسي كيليان مبابي. ومن تجرأ على استفزازه في الموسم الماضي هنا لم يكن سوى فالنسيا التي تهلك وفقد بصمة الفوز في آخر 5 مباريات في الدوري، ويبدو أن السادسة تترصده. وهنا زادت تقنية الفيديو في وجع فريق فالنسيا. الحكم أعلن عن ضربة جزاء لفريق ريال مدريد ذهب إليها كيليان مبابي ليؤكد أن هزيمة ضد الخفافيش لن تكن سوى صدفة عابية. وهنا تعني الملفات التي فتحها الفرنسي كيليان مبابي وأراد أن يجعلها من المسلمات. ثنائيته مع أردا غولير والتي باءت علامة مرجئة في ريال ألونسو. هدف ثاني لكيليان مبابي في هذه المباراة رفع رصيده التهديفي إلى 13 هدف، ورفع رصيد أردا غولير إلى 5 من الصناعة. الخفافيش التي أضحت أجنحتها مهترية شرعت أبوابها لغزو ملكي، فلن يقدر فالنسيا على إيقاف الملكي إلا بطرق غير شرعية. ركلة جزاء ثانية، ذهب فينيسيوس لتنفيذ ركلة الجزاء ثم أحضرها. ومن بات طمأنينة في داخل تشافي ألونسو كان بطلا لقصة الكلاسيكو. جود بيلينغهام وصل وضع الثوابت التي أكدت عودته لسابق عهده ما قبل السفر، وحين سكن الضيف لمصير محدود وهزيمته 95 في الليغا على يد الريال، وجد في وجهه هدافا فرنسيا لن يهدأ، كيليان مبابي. هاتريك مبابي لن ينال التصريح في وجه حارس فالنسيا، لكن خوليان قارد قوته أمام أرفارو كاريرا الذي أرسل صاروخية لا تصد ولا ترد، التي فرضت على الحارس أن يقف متفرجا مثله مثل الجمهور. ومن الجميع أن يذهل من هذا اللعب. ريال مدريد يفضل صخب الأمجاد على أن يجعل العاصمة هادئة، ويختار السفر إلى ليفربول وفي جعبته غنيمة من 6 انتصارات متتالية، وكأنه يقول للجميع: هذه عاصفتي فمن يوقفني.